عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون كلكم بألف خير. شفت تعليق كده عند مدام هناء، حد كاتب لها: عيشي عيشة أهلك، انت كل شوية تتكلمي انجليزي. ايه ده؟ هي مدام هناء بتتكلم انجليزي في وسط الكلام العربي؟ صراحة أنا ما شفتش. يمكن مدام هناء عايشة في بلد كلها إنجليزي، كلامها لازم يبقى إنجليزي. والله العظيم انتوا بتضحكوني يا جماعة. هي مدام هناء عايشة في فرنسا وهتتكلم إنجليزي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وإيه عيشي عيشة أهلك دي؟ مدام هناء قاعدة نص عمرها في فرنسا، يعني نص عمرها بتتكلم فرنساوي هناك مع الناس. ايه فيها ايه لما تطلع تقول كلمة ولا اتنين في وسط الكلام، لما بتكون غصب عنها مش قادرة توصل الكلمة اللي هي عايزة تقولها لنا بالعربي، فبتقولها بالفرنساوي. ايه المشكلة بقى؟ ايه عيشة اهلك دي؟ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. غير كده بقى مدام هناء كانت فاتحة لايف، بصيت لقينا بقى دخلوا عليها في التعليقات في اللايف. كاتب لها بقى: روحي شوفي يا كدابة، يلي 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 كلام بقى يعني صراحة. روحي شوفي اهو طليقك فاتح لايف، يلي كدبت علينا، يلي بتقول ان هو في فرنسا وهو موجود في مصر. انت بس بتقولي كده بتستفزيه عشان يطلع يرد عليكي، لان انت نفسك يرجعك. يا جماعة يرجع مين يا جماعة؟ هي اللي طلبت الطلاق في المرة الأولى وفي المرة التانية، وهي متطلقة بالتلاتة. مدام هناء متطلقة بالتلاتة، هترجع له ازاي يا جماعة؟ لا حول الله. هو انتوا ازاي يعني؟ مش فاهمة. ونفسك تشوفيه ونفسك يرد عليكي ونفسك. لو مدام هناء نفسها تشوفه ولا تسمع صوته، ما عندها الفيديوهات بتاعته قد كده. لا حول الله. هي مستنية ان هو يطلع يرد عليها في فيديو عشان تشوف شكله او عشان تسمع صوته؟ ده ايه الكلام الغريب اللي انت بتقولوه ده؟ لا حول الله يا رب. وعمالين تتكلموا عليها وتقولي يعني وتقولوا عليها يعني عايزينها زي ما هي بتقول. لما تخش تستفزوها في الكلام تشوفوا التوتر بقى على وشها، وهي بقى اول ما قالوا فاتح لايف هتبقى متوتره وقلقانه ومش عارفه تقول ايه، وهتتلخبط في الكلام، وممكن تجري تروح تجيب التليفون عشان خاطر تشوفه هو صحيح لايف ولا مش لايف. ما هتتكسف بقى وتتحرج. تتكسف وتتحرج ايه يا جماعه؟ ده هي كانت مراته ومتطلقه منه، وهي اول واحده بتعرف، عشان هي كانت رافعه عليه قضيه طلاق، اول واحده بتعرف ان هو دخل الحدود عندهم هناك. ازاي بقى؟ ما يمكن صح راح فرنسا ورجع بقى. لو طالع لايف زي ما بتقولوا يبقى دخل فرنسا ورجع، ايه المشكله يعني؟ ليه ماسكين مدام هناء سلخينها كده في التعليقات؟ ليه الست عملت ايه؟ الست هتكذب ليه وتقول ان هو اتصل بيا؟ هتستفاد ايه لما تقول ان هو اتصل بيا؟ طب ما يمكن اكيد مش يمكن، اكيد اتصل بيها. المدام هناء هتكذب ليه؟ انتوا بس عايزين تطلعوا مدام هناء يعني هتموت على طليقها، هتنتحر كده، ناقص انها تقوم تنتحر عشان طليقها يرجع لها. مدام هناء مش هترجع اصلا، يعني مدام هناء هي نفسها خلاص. مدام هناء اللي موجودة دلوقتي غير مدام هناء اللي كانت هتموت على طليقها قبل كده. في فرق بين هناء دلوقتي وفي فرق بين هناء من سنتين، لما كانت صحيح فعلا كانت هتموت عليه. دلوقتي خلاص يا جماعة. ده حول الله. ده اللي يعني اتطلقت بقالها كذا سنة، هتفضل لسه بتحبه ولسه عايزاه، وبعد اللي شافته منه وبعد اللي حصل منه وبعد الإهانات منه وبعد يعني البلاغات منه وبعد ما حط ايده في ايد الناس اللي بتكره مدام هناء، هترجع له ازاي؟ هتفكر فيه ايه؟ هتحبه ليه؟ عشان ايه؟ ايه الحاجة اللي هتخليها تحبه وتبقى قاعدة منتظراه؟ ده انا الواحدة لو بتبص هتموت عليه كده وشافت كل اللي مدام هناء بيعملوا فيها ده، ولا حتى يخطر في بالها. لو وزنها زي ما بقولت لكم قبل كده، وزنها كده الماظ، مش هترجع له. هناء اللي مش هترجع، وقالت لكم هو طلب منها وهي رفضت، هي مش راجعه. هناء مش هترجع.
وبعدين حرام عليكم التعليقات اللي بتكتبها دي. مدام هناء ولا بتهتم، اكتبوا اللي تكتبوه، اكتب، بس حرام حرام التعليقات دي. ما سمعتوش ان الكلمة الحلوة صدقة يا جماعة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يلا يا بنات ما طولش عليكم، اللي ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل